ألم يأن الوقت وألم يحن الموعد إن أنا خلاص نغير مارسيل كولر. يعني بغض النظر، تعالى كده ننحي شوية حاجات. بغض النظر، مارسيل كولر ده كويس، مارسيل كولر ده مدرب مش كويس، ده كان حلو، ده بقى وحش، ده الإدارة حلوة، ده الإدارة مش مساعداه، ده اللعيبة كويسة، ده في وقت من الأوقات اللعيبة مش مساعداه. تعالى ننحي كل العوامل والظروف دي ونسأل سؤال واحد بس. هو المدرب ده يا جماعة هو مش زيه زي أي حاجة في الفريق، هو مش زي الإدارة زي اللعيبة، زي هو مش مرحلة، هو مش مجرد مرحلة ما. يعني تعال نرجع بالزمن كده لورا. احنا لما تعاقدنا أصلا مع مارسيل كولر كان في وقت خلاص موسيماني جاب آخره مع الفريق، والمرحلة بتاعته اللي هي السنتين أو ثلاثة انتهت خلاص. فدخلنا في مرحلة خلاص إن احنا هنجيب مدرب شاب بقى ويفكرنا كده بفايلر بقى وبتاع. رحنا جبنا سوارش اللي هو كان شبيه أشرف اللي في الكبير. يعني ناس كتير من جمهور الاهلي ممكن ما تفتكرش اصلا فتره سواريش دي كانت شهر تقريبا و10 دقائق حاجه كده. فطبعا كان فشل غير متناهي. جينا بعد كده اللي كان ينقص الفريق في الوقت ده، هو في المرحله بتاعت سواريش دي كانت اللعيبه يا تكسب اربعه، يا تخسر 4-3 مثلا، او تخسر 5-4. يعني اللي هو انت بتجيب اجوان بس يجي فيك اجوان، مفيش تنظيم في الفرقه، مفيش روح، مفيش الكلام ده كله. فكان اللي بينقص الفرقه في الوقت ده هو التنظيم. والتنظيم خلاك تروح بنظرك فين؟ بالظبط سويسرا، البلد اللي انت كنت جايب منها فايلر. جبنا مارسيل كولر وفعلا الفرقه كان فيها لعيبه، كان فيها اداء، ناقصنا بس التنظيم. فعلا مارسيل كولر عمل مع الفرقه التنظيم، وبقى كل لاعب عارف مركزه وعارف مكانه وعارف المفروض يعمل ايه، وبقى في صرامه وحسم وسيد عبد الحفيظ واداره كوره ومدرب. كان المدرب ده جايب الروح بتاعته، فكان معاه المترجم بتاعه اللي بيساعده وبياكلهم كشري في التحرير والدنيا تمام، وبيعرفهم على معالم مصر التاريخيه. كان بيطلع الدكتور وكان بيطلع الناس اللي هي في بقيه اعضاء الجهاز، ويقول لك الدكتور ده بيعمل لنا رجيم، بيعمل لبقيه الاعضاء، بقيه اعضاء الجهاز والجهاز الطبي. كان بيساعد علي معلول اللي هو المفروض هيرجع بعد مش عارف 6 اسابيع، فيرجع بعد 3 بس وحاجات كده، فيلحق مباراه القاضيه فمش عارف. فكان في روح اولا في اداره، في الاداره بتاعت الفريق بشكل عام، اللي هي مارسيل كولر والدكتور والكلام الناس دي. احنا بنشوف النهارده الدكتور بيتخانق مع مش عارف مين بتاع التأهيل او بتاع اللياقة. ده يقول ده المسؤول عن إصابة اللعيبة، وده يقول لا ده المسؤول عن إصابة اللعيبة. فبقى انت ما يعني ده الروح اصلا بتاعت الإدارة بتاعت الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم كده. في وقت من الاوقات عندك اداره الكابتن محمود الخطيب مع مارسيل كولر، فانت الجمهور معذور، الجمهور معذور. ما انتش عارف هل كولر هو معاه حق عشان ما فيش لعيبه فعادي ان هو يلعب محمد عبد الله جناح؟ ما انا ما عنديش لعيبه، ورضا سليم ما بيلعبش او مصاب او ايا كان، لا ما عنديش لعيبه، لا انا عايز لعيبه، فين الصفقات يا خطيب؟ ففي مشكله في الاداره. فانت فعلا خلاص مارسيل كولر ممكن يكون معذور. فالإدارة تظبط لك الدنيا، وما زال مارسيل كولر بنفس أقول إيه، بس عايز أختار كلام مناسب، بنفس السلبيات، بنفس القرف اللي بيعمله هو نفسه، هو نفس الأداء يعني أقول إيه. أولا علاقتك باللعيبة منتهى الفشل، منتهى الفشل. أحمد عبد القادر، رضا سليم، مفيش لعيب واحد بيطلع يقول أنا نفسي أشوف لعيب واحد لما بيطلع في انترفيو كده. دايما اللعيبة بتحب إيه، تعرضها شويه، يعني بتحب تكسب كده المدير الفني او بتاع. انا ما بشوفش مدير فني، ما بشوفش لعيب بيطلع في اللقاء بيقول كلمه حلوه على كوره، او بيجيب سيرته من قريب او من بعيد، ويكون لعيب هو بيلعبه. يعني هو بيحب امام عاشور جدا وبيلعب امام عاشور، وفي لعيبه كده هو بيحبها على ايا كان الوضع او ايا كان الحال او ايا كان المستوى. انا ما بشوفش اللعيبه ده لما تطلع في انترفيو بتتكلم كويس عن كولر. يعني اللعيبه اللي هو بيحبها هم مش بيحبوه، هم مش بيبادلوه نفس نفس الشعور. مفيش قابلية بيننا. فانت بتتكلم في ايه؟ مدرب خلاص المرحله بتاعته انتهت، المنحنى بتاعه ما عادش. كل الناس النهارده بتتكلم ان المباراه الوحيده اللي لعبها باداء كانت مباراه العين. معقول معقول موسم طويل عريض بتكلم في مباراه واحده لعبتها باداء؟ وبالمناسبه العين كان وحش بدليل انه من قبلها ولحد النهارده هو اصلا ضايع هناك في الدوري بتاعه وفي المنافسات بتاعه، ما فيش العين اصلا. فممكن كمان يعني حتى المباراه الوحيده اللي انت لعبتها كويس ممكن تكون ما كانتش بسببك انت لوحدك برضه. طب الراجل ده بيعمل الراجل ده على مستوى المنافسات العالميه بيعمل اداءات كويسه والحق يتقال. بس انا دلوقتي في دوري ما فيش فرقه، ما فيش شكل، ما فيش روح. دوري ابطال افريقيا ما فيش في فرقه
وبرضه مفيش اداء ومفيش روح ومفيش اي حاجه. اللعيب الفرقه بتبقى ماشيه لوحدها لما بيمسكش الورقه، والفرقه تبقى ماشيه لوحدها. تلاقي اداء النهارده كان قدام الهلال ربع ساعه الفرقه بتلعب كويس جدا، ربع ساعه الفرقه بتلعب كويس جدا. ما تعرفش ايه اللي حصل، رجعنا نلعب بنفس طريقه مارسيل كولر اللي هي ما انتش عارف هو امام ده جناح ولا هو صانع لعب ولا هو نص ملعب المفروض انه بيرجع يدافع، ولا ما انتش فاهم. طب وسام ده كان كويس وكان يعني في التوب ليفل، يعني في التوب ليفل ايه، في التوب في المستوى العالي بتاعه. فجأة بيريح منك، ودي مش عادة وسام، ده عادة أي لعيب في الفرقة. حسين الشحات في وقت من الأوقات تلاقيه اون فاير، تلاقيه في ثانية مفيش. رضا سليم في أول ما جه كولر كان كويس وكان بتاع، بعد شوية نزل. مفيش لعيب واحد عندك في الفرقة بيكمل في مستوى عالي، مفيش، دي مش موجودة. دايما راجع كده فترة كولر، أي لعيب كان بيبقى كويس يجيله فترة يقوم نازل، يطلع واحد تاني مكانه هو اللي يبقى مستواه عالي لحد ما ينزل فيطلع واحد تاني. انما مبيبقاش عندك 3 أو 4 لعيبه مستواهم عالي، ما بتحصلش معاه. فلما تلاقي ده اعرف ان دي مشكله مدرب مش مشكله لعيبه. انا النهارده عايز اشوف جمله واحده سواء دفاعيه او هجوميه. انا مش شايف جمله بمعنى يعني 3 4 نقلات ورا بعض في النص الهجومي او في نص الملعب الهجومي بتاعي. مفيش 3 و4 جمل. طيب ده خلاصة الكلام ايه؟ خلاصة الكلام ان مرحلة كولر مع الاهلي انتهت. انا مش لازم اجيب له لفة، مش لازم استنى اللي هو لما اخرج من افريقيا ولما اروح كاس العالم اقول ايه ده، لا ده احنا لازم نفكر بقى في اللي جاي بشكل تاني ومش عارف ايه ونمشي ونعمل. مش لازم استنى لده، ما انا اوريدي كل المؤشرات عندي بتقول لي ان الراجل ده لازم يمشي. طيب كان في حاجات قبل كده بتقول لي ان ممكن اكون ظالمه، ممكن يكون في اداره، ممكن ما فيش لعيب. انت عندك الكلام ده كله النهارده، عندك كل الشماعات اللي كانت ممكن تدخل شويه مع كولر وتشيل عنه، ما عادش الكلام ده كله. لا هو راجل مستواه كده ثابت بغض النظر عن اي ظروف حواليه. مع العلم ان انت كان عندك واحد اللي كان بيدرب الزمالك ده اسمه ايه، الفرقه قدامه ومفيش اداره ومفيش لعيبه ومفيش اي حاجه وعامل من الفسيخ شربات، هو ده المدرب. ومع ذلك يا عم انا بقول لك دلوقتي انت الاداره موفره لك. كان عندك مشكله في اللعيبه وكان عندك مشكله في الاستقرار في الاداره وفي الكلام ده. انت دلوقتي ايه مشكلتك؟ ما عادش مشكله، المشكله اللي في الفرقه عندك هي مشكلتك انت. مفيش روح بين اللعيبه جماعيه، مفيش عندك اكتر من لعيب مستواه عالي، ما بتحصلش في الفرقه. ولما تلاقي ده اعرف انها مشكله مدرب. بيبقى عندك اللعيب مستواه عالي بينزل، دي مشكله مدرب. انا مش هقول لك انت مش بتعرف تعلم مستوى لعيبه، لا ده انت اللعيب اللي عندك مستوى عالي انت بتنزله او بينزل معاك. فكولر ده السؤال بتاعي، وما انش الوقت ان كولر يتغير. انا لازم استنى لما ازنق نفسي وابقى في ضغط مباريات وضغط بطولات وبعد كده اقول اجيب مدرب واجيب مدرب مصري، لا ارجع اجيب مدرب اجنبي ولسه يتعرف على الفرقه وبتاع. لازم استنى ما اجيب له لفه. طب ايه اللي انا مستنيه من كولر ان هو يغير من نفسه فيه؟ راجل عنده سلوكيات معينه، هو تغيير مش هيغير غير في الدقيقه 95. يعني انت الدقيقه 96 ولو الماتش 96 خلاص هنزل في 95. هو عنده دقيقه كده هو شايف ان في الدقيقه دي ممكن يحصل حاجه. في الدقيقه 70 ده بس ابتدي يقول لك بس ده الوقت بتاعي انا كده وخلاص. هو بيصحى في الوقت ده ماسك ورقه وقلم وبتاع. هو له سلوكيات معينه، انت مستني في حاجه من الحاجات دي تتغير؟ طيب راجل ما بيعرفش يتعامل مثلا نفسيا مع اللعيبه. يعني هو في البدايات كده الغربال الجديد بيبقى له شده، فانت ممكن يتعامل مع اللعيبه يتقبلوا منه يخافوا منه بتاع. بس مع الوقت بتبتدي حته الحب والكره والتعامل خلاص بقى. وده اللي حصل بعد 3 سنين او بعد سنتين. خلاص انت مستني ايه؟ هو راجل ما عندوش القدره انه يعرف يتعامل مع لعيبه او يتعامل مع الناس بشكل عام. خلاص الراجل كان جاي عنده شغف اول ما جه. الراجل قال لك انا كنت في البلد عندنا في سويسرا، ما كانش عندي على الفيسبوك 2003. دلوقتي 2003 يعني 3 او 4000 يعني فولورز، دلوقتي بقى عندي ملايين وبتاع والناس بتشوفني في الشارع وبتاع. ده اول ما جه. فالراجل كان جاي بيتعامل بشغف وبحماس وبتاع. برضه في حاجات في الانسان بشكل عام بتتغير. انت مستني من الراجل ايه اللي يتغير فيه بشكل ايجابي؟ انت مستني المنحنى يبقى تصاعدي فين ازاي؟ ده السؤال للإدارة. احنا مستنيين على كولر ليه؟ ايه اللي احنا خايفين من اي مدرب جديد يجي
فيعمل حاجات احنا خايفين انها تحصل اكتر من الحاجات اللي بتحصل دلوقتي. ما فيش حاجه انا خايف منها ممكن تحصل اكتر من اللي بيحصل دلوقتي. بس أنا ده كان رايي في حوار كولر. وبصراحه يعني الموقف مش حلو، مش حلو من ابعاد كتير جدا. الواحد قرفان، ودي اقل كلمه ممكن تتقال في وسط الظروف وفي وسط كميه العته اللي بيحصل دلوقتي، على مستوى الاداره، على مستوى دوري، على مستوى مشاركات، على مستوى انسحابات، على مستوى حاجات اول مره بنشوفها في النادي الاهلي، النادي الكبير ده. حاجات بصراحه الواحد مش عارف يوصفها، لانها حاجات غريبه، حاجات مريبه. بس ده كان رايي، ده كان كل اللي عندي، وشكرا.